لو جيت وسالتك ايه هو معيار الابداع او الكرياتيفيتي، هترد تقول ايه؟ الابداع هو ان الفكره تكون غير مألوفه ومحدش طلع بيها قبل كده، ولا منتج جديد، ولا تفتكر ايه الشكل او مقياس الابداع. وهنا بتحصل لخبطه بين انك تفتكر منتج جديد او هو المنتج بس الاعلان يبقى هو المبدع والمختلف. الاجابه هنا بقى ان الاثنين صح عادي، مفيش حاجه احسن او افيد. الموضوع كله هو البراند محتاج ايه دلوقتي. يعني امتى اقدر اقول ان اختار منتج جديد؟ دي الخطوه اللي محتاجين ناخدها دلوقتي لما تلاقي ان السوق بيتغير، منتجك ملوش نفس الاهميه، انك تبقى داخل على مجالات جديده، او محتاج تسبق المنافسين من خلال انك تبتكر وتجدد، او رابع حاجه ان المنتج بتاعك وصل للتشبع وبدا يضعف. 5 والاخيره انك تقلل المخاطره في انك تعتمد على منتج واحد بس في حاجه لازم تاخد بالك منها، منتج جديد يعني صرف اكتر وريسك اكبر. نيجي بقى امتى الاعلان يبقى ابداعي لمنتج قديم افيد؟ 1 لو منتجك لسه جودته عاليه وبيفيد الناس وموجود في الساحه بقوه، او تاني حاجه انك تكون محتاج تطول عمر المنتج بتاعك في السوق بس من غير ما تصرف. 3 ان المنتج ليه اسم كبير وليه قيمه عاطفيه عند الناس متعلقين بيه. في الاخر قرارك بين اطلاق منتج جديد او تجديد القديم باعلانات كرياتيف لازم يكون مبني على تحليل اهداف الشركه والسوق والمواد. اوقات بيكون الدمج بين تطوير المنتج نفسه وتجديد طريقه التسويق هو انسب حل. دلوقتي هسيبكم مع سؤال تجاوب عليه في الكومنتس. لو بتفقد حصه من السوق بسبب مميزات قديمه، المفروض تعمل ايه؟